بعد التوراة والإنجيل والإسلام عشنا وشفنا الزمن اللي تطلع فيه ديانة جديدة بيسموها الديانة الإبراهيمية، والمفاجأة بقى إن اللي متفقين عليها اليهود والمسلمين مع بعض. بس إيه رأيك نعرف الحدوتة كلها من أولها واحدة واحدة؟ ابتدى الكلام عن تأسيس بيت العائلة الإبراهيمية في دبي اللي بيضم 3 مباني للعبادة، مسجد للمسلمين وكنيسة للمسيحيين ومعبد لليهود. والهدف من تأسيسه بناء على كلام حاكم دبي تخليدا للزيارة التاريخية في 2019 ما بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر. والكلام ده كله حصل قبل الاتفاق مع إسرائيل بأكتر من سنة تقريبا، وكأن الموضوع متخطط ومدروس من زمان وبيتنفذ واحدة واحدة علشان محدش يحس بأي حاجة، وإحنا بنمهد للدين الإبراهيمي الجديد بحجة إن النبي إبراهيم كان بيجمع بين الديانات ال3 توراة وإنجيل وإسلام. قررت الإمارات تعمل ميكس جديد ما بينهم وتسميه الدين الإبراهيمي. وفي عز ما أغلب العالم لسه بيرفض التطبيع السياسي مع إسرائيل، وصل التطبيع إنه يبقى في الدين كمان، وواضح جدا إن الدين الإبراهيمي هيبقى هو الدين الرسمي لدولة الإمارات. بدأ الكلام عن الدين الإبراهيمي من كام سنة على إنه مشروع جديد بيدعو للتسامح والتعايش ما بين أصحاب الديانات السماوية كلها، والهدف منه إقامة السلام بين الدول والشعوب مع بعضها بغض النظر عن أي فروقات دينية بينهم. ومن وقتها وبقى يظهر الكلام كل شوية ويختفي، وكأنه جس نبض للناس علشان نشوف رد الفعل إيه، لحد ما ظهر شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب في احتفاله العاشر بتأسيس بيت العائلة المصرية. واتكلم ساعتها الطيب عن الموضوع علشان يحذر الناس من المخطط اللي بيتعمل بمساعدة حكومات عربية بتحط إيدها في إيد إسرائيل وما عندهاش مشكلة أبدا تعمل أي حاجة. وقال كمان إن الموضوع في ظاهره يبان إنه حاجة حلوة ولطيفة ودعوة كمان للتعايش والقضاء على الصراعات، لكن في الحقيقة هو دعوة لمصادرة حرية الاعتقاد والاختيار، لأنهم مع الوقت هيتعاملوا مع الدين الإبراهيمي الجديد على إنه هو الدين الوحيد، وأي حد يفكر في أي دين غيره هيبقى بيعمل تفرقة بين الناس. وبيأكد إننا لازم نفهم كويس جدا إن احترام عقيدة الآخر حاجة والإيمان بيها حاجة تانية خالص، لأنهم عايزين الدنيا تبقى سايحة على بعضها وكأن الأديان كلها ينفع تبقى دين واحد، ودي كلها أوهام مستحيل هتتحقق مهما حاولوا يعملوا. ومن ناحية تانية ناس كتير شافت إن الديانة الإبراهيمية دي دعوة مسيسة وليها أهداف خفية بتستغل الدين فيها، لأن الموضوع ببساطة عبارة عن توسيع دايرة التطبيع مع إسرائيل وبالذات في المنطقة العربية، خصوصا أنهم حاولوا كتير بأكتر من طريقة أنهم يعملوا تطبيع، لكن برضو ما حصلش، وخصوصا مع الشعوب. ومصطلح الديانة الإبراهيمية ده بدأ يظهر تحديدا لما الإمارات والبحرين قرروا يوقعوا اتفاق للتطبيع مع إسرائيل، وكان وقتها بيتعمل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، والاتفاق ده كان اسمه الاتفاق الإبراهيمي. واتكتب ساعتها إعلان على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية بيقول: إحنا بنشجع دعم الحوار ما بين الثقافات والأديان للدفع بثقافة سلام بين الديانات الإبراهيمية ال3 والإنسانية كلها. ومن هنا بقى ابتدى الموضوع يوضح أكتر على إنه مش مجرد تطبيع سياسي أو اقتصادي أو علاقات دول ببعضها، ده الموضوع طلع أكبر من كده بكتير وداخل فيه الدين، خصوصا لما ابتدت الدنيا تتفتح على بعضها وابتدت إسرائيل تاخد راحتها على الآخر في بعض الدول العربية ومن كل النواحي، مش بس من الناحية السياسية. في كل الأحوال خلينا معترفين إننا دايما متساقين وبنتفرج دايما على ناس غيرنا بتتحكم في قراراتنا وفي أسلوب حياتنا ودلوقتي كمان في طريقة عبادتنا، وده يخلينا في الآخر نسأل السؤال المهم: ممكن يجي اليوم اللي ناخد فيه قرار لنفسنا في حاجة تخصنا حتى ولو مرة، ولا هنفضل طول عمرنا ملناش رأي ولا كلمة؟ الله أعلم.